صباح الخير البنات، مرحبا بكم معايا في قناة تعلم أم تالين. نتمنى أنكم كامل تكونوا بخير وعلى خير. نرحب جميع البنات اللي غير ما التحقوا بينا، نقول لهم مرحبا بكم معايا في مجموعة أم تالين. اليوم البنات راح نبدأ إن شاء الله معاكم سلسلة تاع مشروع ناجح لرمضان، وإن شاء الله اليوم راح نبدأ معاكم هذه البسبوسة الرائعة. شوفوا لي كيفاش جات هشيشة لداخل بالكريمة، روعة، ما تحتاج يعني مقادير كتيرة وجد اقتصادية، ويعني حتشوفوا شحال راح تخرج لي من حبة وتجي يعني هشيشة ومعسلة لداخل. بسم الله على بركة الله البنات. هذه البسبوسة هذه أنا حنديرها بذوق الكراميل ولا بدانات تاع الكراميل، ونحتاج هذا القالب هذا اللي راهو داير حالة، راح نوري لكم تاني وصفات أخرى به إن شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات أنا هنا حضرت معايا إناء كما راكم تشوفوا، وراح نبدأ نشتغل مباشرة. الحاجة الأولى اللي نبدأ بها أكيد اللي هي البيض. نحتاج حبتين من البيض كما راكم تشوفوا، أنا ديجا راني فقستهم هنايا. الوغ الكيل ديالي ما راح نحتاج لا ميزان ولا ملعقة ولا أي حاجة، كل شيء بهاد العلبة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، علبة تاع الدانات الكراميل، وتقدروا ديروها بدانات الشوكولا كما راكم تشوفوا البنات. بهاد العلبة هذه ان شاء الله راح نقيس كيلة تاع السكر في 2 حبات بيض. راح نضربهم بالباتور ونخليهم حتى يندمجوا جيدا، يعني حوالي 5 دقائق لا اكثر، غير باش تجيني هشيشه البسبوسه ديالي لداخل. كما راكم تشوفوا هنايا زدت لها ملعقه صغيره من سكر الفانيليا، ولا عندك السائله تقدري ديري السائله، ولا كان عندك عطر تاع الكراميل تقدري ديري حتى هو. الوغ بنفس الكيله اللي راكم تشوفوا بها انا هنا عبرت نص كيلة تاع الزيت، وراح نخلط مرة تانية. جد سريعة هاد البسبوسة وتوجد في نصف ساعة. الآن راح ندير هذيك العلبة تاع الدانات ونخلطهم جيدا، خلطة خفيفة فقط بالباتر كما راكم تشوفوا، غير نحس انه ندمج المكونات نوقف باش هذاك البيض ديالي اللي كنت خفقته مع السكر ما يهبط ليش. الان البسبوسه تاعك باش تجي خفيفه السر ديالها انك ديري لها لا شابلور. الوغ هنايا لا شابلور درت 3 مغارف، بما انه راح نكيلو بالكاس ديري 3/4 الكوب تاع هذاك لابواط تاع الكراميل اللي كان كنا نعبرو بها. الان كما راكم تشوفوا نزيد 1.5 كيلة تاع سميد، نخلط الكيلة الاولى ندخلها جيدا، هنايا راهي عاطيه واحد الريحه تاع الكراميل روعه. الان راح نزيد نصف كيلة ونضيف معها ملعقه صغيره من خماره الحلويات. كما راكم تشوفوا ان الملعقه تاعي هذه كبيره، ولهذا قلت نصف ملعقه كبيره او ملعقه صغيره. نخلطهم كامل مع هذوك المكونات ندخلهم جيدا. والان نجيبوا هذاك القالب تاع السيليكون، ولا تقدري ديري اي نوع تاع يعني القالب اللي يكون عندك انت في الدار. بعد هذا راح نبدا نعمر فيهم. لو كان تكون عندك لابوشادوي يكون افضل هكذا باش ما ديريش هذوك القطرات، ولكن اكيد من قبل ما ندخلها للفرن راح نمسحه جيدا. درجة الحرارة 180، غير نشوف انه انتفخ وبدا يتحمر لي في الاطراف نحيه. تجي بزاف بنينه هاد البسبوسه هذه. في نفس الوقت انا راح نحضر الشربات. هنا البنات بعد ما طاب البسبوسه ديالي كما راكم تشوفوا نبدا نجبدها في الاطراف ونطبعها ونخرجها كما راكم تشوفوا معايا. الشكل تاعها يجي بزاف شباب وتعطينا كميه ما شاء الله. هذه مليحه بزاف لرمضان، وخاصه بالنسبه للبنات اللي يخدموا الحلويات للناس يعني، ولا يديروها كمشروع.
البسبوسة تاعك لازم تكون سخونة، والشربات يا باردة يا دافية على حساب البسبوسة ديالك. بالنسبة للشربات أنا درت كوب من السكر مع 2 كيسان تاع الماء، ماشي نفس الكاس اللي كيلت به تاع الدانات، لا، كيلت بكوب عادي، كوب من السكر و2 كوب من الماء، نحطهم باش يغليو. بعد الغليان نحسب 10 دقايق ونطفيلها، نخليها حتى تبرد ولا تكون دافئة، وراح نسقي بها هاد البسبوسة اللي ميني بسبوسة ديالي. نكمل نعمر هذاك القالب الكمية اللي بقات لي، ونرجع لكم ان شاء الله فيما بعد باش نشوفوا فيها شكلها النهائي. هنا البنات كما راكم تشوفوا معايا، هنا الشربات ديالي راهي دافيه، والبسبوسه تاعي هنايا راهي بردت لي شويه، على هذيك اللي درت شربات تكون دافئه. نشربهم جيدا كما راكم تشوفوا معايا. واصلا كي ديريهم هكذا ديميني بسبوسه وديري كميه غير صغيره، يعني راح تكفي العائله ديالك، وتقدري ديري اي نوع تحليه معاها. طريقه التزيين حبيباتي كما راكم تشوفون، نقرب لكم هكذا باش تشوفوها جيدا. انا هنايا درت شويه تاع لا شونتيي، راح نحكم بالحبه، راهي خفيفه تشهي. هنايا نبدا نعمر في هذيك لاكريم، يعني بلا ما نغطي الجوانب، ونزيد نعمر هنا. هذيك تاع الوسط نغطيها. الان واش ندير؟ نجيبو هاد الحبيبات هادوما ونلصقو وحيده هكذا في الوسط. نعاود لكم واحده ثانيه كيما راكم تشوفوا هكذا، نزيدو هنا ونحط لها حبيبه هكذا في الوسط. الشكل تاعها يجي شباب بزاف. انا راح نكمل جميع الكميه بهذا المنوال ونعاود نرجع لكم باذن الله. بعد ما بردت البسبوسه تاعي جيدا كما راكم تشوفوا معايا البنات، هنايا جبت لا شونتيي وطلعتها مع شويه الحليب وزينت بها بهذا الشكل هذا، هذوك الفراغات، وحطيت فوقها هذيك الفخوي تاع التوت باش تعطيني منظر ولون كذلك. حبيباتي هنا نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، في فيديو قادم ان شاء الله مع مشروع جديد.